بالقوانين وذكرت بأنه الكاف اخترقت قوانين أمام أنظار رئيس الفيفا اللي عنده عدد أعضاء وأكثر من عدد الدول المعترف بها على الصعيد الدولي. وكان جو هذو الصحراء، وكان جو عندهم ايكيب تاع فوتبال، وكان يديروا ديموند في لافيفا، يدخلوا عادي جدا. هما اللي بهاي ما عندهم لا ايكيب تاع فوتبال لا والو هما اللي بهاي ما عندهم لا ايكيب تاع فوتبال لا والو هما اللي بهاي ما عندهم لا ايكيب تاع فوتبال لا والو وتضيعون هذو من على الراس تاع والديهم كاع. فهمت؟ الناس تصطاد في المياه العكرة وكل حاجة تكتب ضد المغرب، ولا كيفاش؟ ما كانش حتى حاجة ضد المغرب. ما كتبته ضد انفانتينو وضد الفيفا وضد هذا الكلب تاعنا تاع هذا اوف. خير الدين زكي هذا لعنة الله عليه. هذا الكلب تاعنا تاع هذا اوف. خير الدين زكي هذا لعنة الله عليه. إذا فكما سمعنا فحفيظ دراجي كشف عن وجهه الحقيقي وأسلوبه المنحط، ووصف البوليزاريو بالبهائم، وهو يعلم أنهم مجرد خرافة وليس لهم وجود، ويعرف الحقيقة كاملة، كما وصف رئيس الاتحاد الجزائري بالكلب. إذا طبعا فكلام مثل هذا فهو كلام خطير جدا، يستدعي متابعة هذا الشخص من أجل إيقافه عند حده وفرض احترام الآخرين مهما كانوا وكيفما كانوا وأينما كانوا. أما عن انضمام البوليزاريو للكاف أو الفيفا فهذا مجرد حلم لن يتحقق أبدا أبدا، فالكاف لها قانون، وهو عدم السماح للكيانات الوهمية والميليشيات والجماعات المتطرفة بالانضمام إليه، والدول المستقلة هي الوحيدة التي لها الحق في الانضمام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.